السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. هنتكلم في موضوع النهاردة يا جماعة عن التكثيف في أشجار المانجا وأهم مخاطر التكثيف. التكثيف يا جماعة ليه حدود معينة، ليه شروط معينة. في نفس الوقت احنا بنزرع مانجا، يعني شجرة معمرة. احنا ما بنزرعش عود شتلة بتاع فلفل ولا شتلة بتنجان مثلا عشان ازرع على المسافة دي بالظبط، يعني متر ونص تقريبا، يعني ما تزيدش. تمام. فاولا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضر صاحب المزرعة، لأن الأرض مساحة كبيرة وزي ما حضراتكم يعني تكلفة عالية. وللأسف حد بتاع مشتل ما عندوش ضمير أشار عليه بهذا الوضع، ولكن هو بعد كده عرف إن الموضوع ما كانش مظبوط، وبدأ يلجأ لأهل الخبرة في المجال. فاحنا النهاردة بنتكلم عن خبرة. تمام. ان النهارده التكثيف في المانجا ما ينفعش بالشكل ده، ليه شروط وليه ظروف معينه. الظروف دي ممكن انا ابقى مجبر عليها، او ان انا لما اكون باسس ارض من الاول زي ما حضراتكم شايفين الارض دي متاسسه لسه تاسيس جديد. فطبعا اللي اسسها بالشكل ده مفيش خبره، لان لو عنده خبره مش هي يعني هو الهدف الرئيسي بالنسبه له ان هو يبيع شتله. ده كده شخص عايز يبيع شتله، عنده شتله واقفه في المشتل وعيوبها كتير ومشاكلها كتير ومش عارف يصرفها، فما صدق يلاقي حد مستثمر ملوش علاقه بالمجال ولكن حب ان هو يستثمر في المانجا. ولقاه حد محترم وحد بيسمع الكلام وعاوز يعمل حاجه احسن حاجه زي ما حضراتكم شايفين التكاليف، وبالتالي هو حب ان هو يدبسه في عدد شتلة مهول. تمام. يعني انت النهارده لما تقول لي متر ونص في 2 متر الا ربع، شوف الفدان هيبقى واخد كام. يعني هيتعدى 800 شتلة او 900 شتلة. طب ليه؟ فيعني يا جماعة بعد اذن حضراتكم، اصحاب المشاتل اللي هي ما عندهاش خبرة يا ريت يراعوا ربنا شوية. اصحاب الشتلة اللي هم موثوق فيهم ومعظمهم معروف وناس اساسا بقالها فوق ال 30 40 سنه شغاله في السوق، عندها مشاتلها وعندها شغلها، عمرها ما هتعمل الكلام ده. ولكن للاسف ده نظام وبيع شتله وخلاص، بيع واهرب. وبعدين في منها كتير جاي اصول زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني بص حضراتكم، يعني الشتلة نفسها جاي فيها اصول كتير زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، الاصول باينه. حتى حضرتك لو لاحظتوا في الفيديو هتلاقي العود الاصلي دايما هو اللي واخد حجم شويه لان الشتله دي لسه مزروعه في شهر 4 اللي فات. فاحنا للاسف انا جيت اندهشت من الموضوع، وهو قبل ما يخليني ادخل الارض قال لي يا باشمهندس انت هتدخل بس ما تعلقش على حاجه، انا اتضحك عليا وخلاص. فالراجل معترف، بس للاسف احنا ليه يا جماعه نوصل ونوصل الناس بالشكل ده؟ ليه احنا نوصل المستثمر للشكل ده؟ ليه نضله؟ ليه نستغله ونستغل فلوسه؟ بعد اذن حضراتكم اللي عايز يستفسر يا ريت قبل ما يزرع ارضه وقبل ما يبدا يشتغل على الارض لازم هو نفسه يسال مهندس واثنين وثلاثه ويشوف نماذج بالفعل شغاله. لان التكثيف ومسافات الزراعه، يعني احنا بنتكلم ان المتقزم بيبدا من 2 في 3، وبقت ال2 في 3 دي فيها مشاكلها، بقى ليها مشاكلها، وبدانا دلوقتي نبقى 2.5 في 4، او 2 في 4 او 3 في 5.
وبدأنا نشتغل على المسافات الكبيرة عشان خاطر ناخد انتاجية، لان مش معنى انتاج، مش معنى التكثيف يعني هاخد انتاج كتير، لا. الانتاج عمره ما كان مربوط بعدد الشجر في المانجا بس، لا طبعا. النهارده عدد الشجر في الارض، عدد الشجر او عدد الشتلات في الارض مش معناه انتاج، لان بالوضع ده انت هتاخد انتاج ايه؟ انت كده كده العود اصلا مش هيحجم معاك، يبقى هتعمل ايه؟ وطبعا احنا هنا حاطين الخطه بتاعتنا ان احنا نصلح المشكله دي، وان شاء الله هنصلحها، وبعد ما هنصلحها هنبقى نعمل فيديو تاني. بس طبعا لسه هناخد وقت في الموضوع ده، لان احنا عشان اصلح مش هينفع اخسر المستثمر الفلوس اللي دفعها في الشتلة، بل بالعكس احنا ان شاء الله هنشتغل لفترة معينة وناخد منها يعني ربنا يعوض عليه بقى، ناخد منها ما تكلفتها على الاقل، ونبدأ ان ايه نصلح المشكلة. وكان معكم المهندس حسام أبو زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.